أعلنت ولاية فلوريدا عن إعلان منظمة كير الأمريكية مجلس العلاقات الأمريكي الإسلامي، وأيضا جماعة الإخوان جماعة إرهابية، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين. وكانت ولاية تكساس قد سبقت هذا الأمر بالنسبة لفلوريدا، وأيضا أعلنت عنهما منظمتين أجنبيتين إرهابيتين. ولكن في هذه وحضرت أن يكون هناك تمويل لهم أو مساعدة من أي حد لهذه المنظمات، مما يعد تجريم لهم. أيضا بعض الولايات الأمريكية حاليا تقوم بنفس الفعل أو بحث الوصول إلى هذا الأمر أيضا أو هذا الملف، لكي تصنف هذه المنظمات منظمات إرهابية. ومن الواضح أن يعني هناك تضييق على تلك المنظمات حتى قبل تصنيفها، ونجد أن يعني هناك سعي أمريكي لتطهير الأراضي الأمريكية من منظمات، أو كما يقول ترامب أنهم يعني يتوغلون في المجتمع الأمريكي ويفسدون فيه. ويبدو أن ننتظر لنرى.